يبوح كريستيان لمعلمته السابقة إلينا بأنه غارق في الدروس ويحتاج إلى أذن صاغية تستمع إليه، فتهمس له إلينا بوعد بالتفاني في تعليمه العزف على تشيلو، ثم تنتقل يداها إلى فخذي كريستيان مباعدة بين ركبتيه. وبعد قليل عزة قائلة إن الصعوبة الأولية ستفسح المجال للمتعة كلما ازداد تمرسه، وفي النهاية تناولت آلة التشيلو ووضعتها في الفراغ بين ساقي الشاب ومناولته القوس. ولكن حينما أراد كريستيان أن يبدأ في نقر الأوتار انتابه التهيج وحاول أن يعتدي على معلمته، وبغضب طالبت المرأة بأن يغادر المنزل. وعندها ظهر إليوت زوج إلينا والذي يسعى لفهم ما قد حدث. تطمئنه زوجته بأن لا شيء خطير، لكنها تصرخ بكريستيان ليغادر بينما يحمر وجه زوجها اشمئزازا. وبعد مغادرة كريستيان يمسك إليوت بقوس الآلة بينما يبدو على إلينا حزن شديد، وما إن فهم السبب حتى خنق إليوت زوجته بالقوس قائلا إنه لن يدعها تعتذر. طلبت إلينا ألا يكسر الآلة لأنها تساوي ثروة، فترك أثرا على خدها وهي على الأرض. وفي المشهد التالي تصل إلينا لمنزل كريستيان. لدى رؤية وجه معلمته أدرك أن زوجها هو السبب واستعد لمواجهته، لكنها سارعت لمنعه وحثته على الدخول، ثم خلعت معطفها ولم يبق سوى ردائها يستر جسدها. فتدفع تلميذها نحو خزانة زجاجية فتسقط أغراض صغيرة أرضا، وفجأة يرن جرس الباب ويقاطعهما. وعند فتح الباب تظهر غريس والدة الشاب وتسأل عما حدث لرؤية الأغراض على الأرض، فيرد كريستيان بأنه لم يحدث شيء. لدى دخولها المنزل ورؤيتها امرأة بالصالة يقدمها كمعلمته، تتحمس والدة كريستيان إذ تعرف إلينا منذ الكلية وتسرع بتقبيلها لأنها لم ترها منذ سنوات. تشعر إلينا بالضيق وتقرر المغادرة، لكن غريس تلح عليها بأن تبقى قليلا، ثم تطلب من كريستيان أن يتركهما وشأنهما. يحتج الفتى بأنه لم يعد طفلا، لكنه لا يجد خيارا سوى مغادرة الغرفة. تصر إلينا مجددا على المغادرة وهي تكافح لكبح دموعها، فيأخذ كريستيان بيدها ويقترح بلطف أن تستريح في غرفته. يبدوان أخيرا بمفردهما على الأقل حتى تطرق والدته الباب، فتتسلل إلينا خلفه لتخفي أنها خلعت رداءها من الغرفة. يفتح كريستيان الباب ويخبر أمه أن إلينا عند الباب تحاول الدخول لترتيب غرفته، لكنه يصر على إغلاق الباب أولا. تكشف هذه اللقطة عن عجز الشاب أمام سيطرة أمه التي تعتبره طفلا على الرغم من بلوغه العشرين. لتواسيه توضح إلينا أن أمه تفعل ذلك حبا به ولا يمكنهما البقاء لأن إليوت لن يتركها، وأم كريستيان ترفض علاقتهما. رغم ذلك تتبادل المعلمة وتلميذها قبلة دون أن يدرك أن والدة كريستيان تراقبهما من النافذة. ومساء يخرج كريستيان ليجد والدته فتخبره أن العشاء جاهز ولديهما ضيف. حين دخل المطبخ وجد كريستيان إليوت يحتسي القهوة، فسأل أمه بانزعاج عن الدعوة، فأجابته أنها فاجأته بينما كان منشغلا بأستاذته. ليعلن كريستيان أن إليوت غير مرحب به لإساءته لإلينا، لكن أمه تكتفي بالرد بأن هناك سببا لذلك، فإلينا امرأة خائنة. بالطبع، لأن الخيانة تبرر العنف. يا لها من أم مثالية. يتهكم كريستيان ثم يأمره إليوت بالمغادرة، مما يثير ابتسامة ساخرة قبل أن يجلس إلى المائدة. أنت أحمق إن ظننت أنني سأطيعك يا كريستيان. فيخبره كريستيان أنها في سريره وتنتظره بملابس مثيرة، ثم يرمي مفتاح الغرفة على الطاولة ويدعو إليوت للتأكد، فيمتثل باندفاع. لكن بدخوله الغرفة يدرك إليوت أن روب زوجته على السرير فقط، وأنها هربت من النافذة المفتوحة. وفي المطبخ يوبخ غريس لسماحها لزوجته بخيانته في منزله. ردا على ذلك تتوسل غريس إليه ليعترف بتلاعب الأستاذ بكريستيان وألا يدمر حياته. يعتذر كريستيان فورا لأمه ويغادر المنزل، مؤكدا لها رغم رفضها أنها ستفهم يوما ما. في المشهد التالي يركب كريستيان السيارة ويلحظ فورا أن إلينا في الخلف. نراها بملابس داخلية وابتسامة آسرة تشع بحرية غير مسبوقة. حينها ندرك أن كريستيان رغم صغر سنه أنقذ حياة تلك المرأة وسرق قلبها.